بصوا كده الفيديو ده. اللي قدامك دي تبقى اغلى طياره حربيه في العالم، وهي القاذفه النوويه بي 2 سبيريت. القطعه الواحده منها بتكلف 2 مليار دولار، واستخدمها ترامب في الاستعراض العسكري وفرض القوه قدام بوتين. فاثناء الزياره اللي جه فيها فلاديمير بوتين لمقاطعه او ولايه الاسكا، بوتين يا صاحبي خلاص جاب اخره وراح يتفاوض على الحرب مع الولايات المتحده، لانه عارف ان الكلمه الاولى والاخيره هي مش في ايد زيلينسكي، هي في ايد دونالد ترامب. بس السؤال اشمعنى دلوقتي؟ ليه اختار التوقيت ده بالتحديد؟ لو رجعنا بالزمن كده لورا شويه وشفنا العقوبات اللي فرضت على روسيا، هنلاقيها ان روسيا هي اكبر دوله اتفرضت عليها عقوبات دوليه في العالم، عقوبات بمعدل اكتر من 24,000 عقوبه. العقوبات دي حرفيا عزلت روسيا عن بقيه دول العالم، خاصه في مجال البنوك والائتمان، لدرجه ان لو في سايح من السياح اللي بيروحوا هناك روسيا وجرب يجرب الكريدت كارد بتاعته مش هتشتغل. ولو جينا بصينا على معدل البطاله في روسيا هتلاقيه 2.2، يعني الناس هتشوفه قليل جدا. بس ده مش بسبب ان الناس شغاله، ده بسبب ان كل الرجاله من سن 18 لسن 50 اللي في سن العمل كلهم على جبهه الحرب، والباقي يا اما هاجروا يا اما هربوا بسبب الحرب. يعني اصلا روسيا عندها نقص في العماله، عشان كده راحت بعتت وجابت عمال من كوريا الشماليه. ضيف على ده بقى ان بسبب العقوبات اللي اتفرضت عليها فهي مش عارفه تبيع النفط او الغاز بتوعها، عشان كده عملت خصومات وصلت ل 20 دولار في البرميل الواحد، البرميل اللي هو اصلا سعره من 60 ل 70 دولار، واللي اصلا بياخد الريسك وبيشتري النفط دوت. وفي ظل يعني ما روسيا المفروض عليها عقوبات هي الصين والهند، طبعا عشان 30% من الاقتصاد الروسي معتمد على النفط والغاز، فلما القطاع ده يتضرب واسعاره تنزل فهو هيأثر على الاقتصاد الروسي كله. ده هو اللي خلى بوتين يرفع الرايه البيضاء ويقول لك خلاص انا هتنازل وهروح لحد عندكم واصنع عروضكم. واكيد يعني عشان ترامب نفسه في جائزه نوبل للسلام وعايز يوقف الحرب، فهيقدم لي عرض حلو كده هيرضيني ويرضي الشعب الروسي. وبالفعل هما الاثنين راحوا قعدوا في الاسكا. بس ايه اللي حصل بقى بين الاثنين؟ والزياره دي انتهت على ايه؟ هل فعلا العالم هيشهد نهايه حرب استمرت 4 سنين على ايد ترامب، ولا الموضوع اتعقد اكتر؟ ده نلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. مبدئيا كده الزياره دي ممكن نصنفها ان هي خرجت حاجات معلن عنها وحاجات لم يتم او ما تمش الاعلان عنها. الحاجات اللي تم الاعلان عليها واللي الزعيمين اتفقوا عليها هم 4 حاجات: تشغيل وعوده حركه الطيران بين البلدين، فتح او اعاده فتح السفارات اللي اتقفلت في البلدين ورجوع السفراء، الغاء كل العقوبات اللي فرضتها الولايات المتحده على روسيا، الغاء تجميد كل الاصول اللي اتفرضت على كل رجال الاعمال الروس في الولايات المتحده. حلو كده. حد هيجي يقول لي الله، احنا يعني ما سمعناش اوكرانيا او كلمه اوكرانيا في الموضوع، هو مش اصلا قعده المفاوضات دي على حرب الروسيه الاوكرانيه؟ يعني المفروض حتى على الاقل اوكرانيا تتذكر في المواضيع دي. اقول لك بقى ان ده هو اللي كان غير معلن من القعده اللي قعدوها هم الاثنين. يعني كان في 3 ساعات قعده سريه بين الزعيمين بوتين وترامب، القعده دي هي اللي تم مناقشه فيها الحرب وتم فيها ذكر اسم اوكرانيا. اهو الاجتماع ده بقى مفيش حد يعرف عنه حاجه، بس بديهي كده ان هو مش هيخرج عن ال3 سيناريوهات دول. السيناريو الاول اللي هو فعلا احنا هنوقف الحرب وكل طرف استحوذ على ارض او احتلها هيسيبها وهنعمل سلام بين البلدين. السيناريو الثاني وهو استمرار الحرب، وان لو بوتين هيكمل لحد العاصمه كيف يكمل، ولو الجيش الاوكراني قادر ان هو يعني يخش جوه العمق الروسي اكتر من كده يخش. انما بقى السيناريو الثالث وهو زي ما بنقول هنا في اللغه الدارجه المصريه بتاعتنا، يبقى الوضع كما هو عليه. يعني ايه؟ يعني انت يا بوتين خدت لك 4 مقاطعات خلي ايدك عليهم بس ما تزودش الهجوم، وانت يا جيش اوكراني خدت لك مقاطعه في روسيا مساحتها 10 كيلو خلي ايدك عليها وما تزودش او تطور الهجوم. حاله كده زي اللي حصلت بين مصر واسرائيل في حرب 73 اللي هي حاله اللا حرب واللا سلم، يبقى الوضع كما هو عليه. وده السيناريو الثالث. بس لما الناس يسمعوا النتائج المعلنه اللي خرجت بين او من الاجتماع المعلن اللي هو عودة العلاقات، عودة السفراء، فك أو رفع الحظر أو رفع العقوبات، النتائج دي مش هتخرج غير عند تحقيق السيناريو الأول اللي هو أصلا لو بوتين وترامب حصل بينهم مودة والاتنين اتفقوا على سلام جاي. بس الموضوع مستني قعدة بين زيلينسكي وبين ترامب، يعني هيكون في سلام بس الموضوع متوقف على المقابلة اللي هتكون بين زيلينسكي وترامب والوسيط قصدي بين زيلينسكي
وبوتين والوسيط اللي هو ترامب. وبصراحه ده لو حصل وفعلا في سلام توقع بين الثلاث اطراف، هتبقى وين 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 سيتويشن، يعني مربحه بالنسبه للثلاث. اول طرف هو ترامب. ترامب لو فعلا حقق دوت وحقق سلام بين روسيا واوكرانيا، هيضمن وش جائزه نوبل للسلام، واللي هي اصلا كان هدفه من الاول. ترامب عمل سلام بين اذربيجان وارمينيا، وهو اللي عمل سلام بين باكستان والهند، وهو حاليا اللي شغال على سلام في غزه وبين الكيان وبين الفصائل الفلسطينيه. ولو حقق سلام بين روسيا واوكرانيا، الحرب اللي بقى لها 4 سنين شغاله، هيبقى ضمن جائزه نوبل للسلام. فده اول طرف مربوحه معاه. تاني طرف معانا هو بوتين. بوتين لو حصل سلام فهو هيوقف النزيف اللي حاصل للاقتصاد بتاع بلده. كل العقوبات هتنزل من عليه، النفط بتاعه هيتباع باسعار معقوله، وكل الفلوس دي هتتضخ في الاقتصاد الروسي. طبعا كل ده، فبوتين لو فعلا عمل كده هتبقى مربوحه معاه. الطرف الثالث وهو زيلينسكي. زيلينسكي لو وقف الحرب هيكون هو بطل قومي بالنسبه للشعب الاوكراني، ان هو ما استسلمش، وقف قدام دوله نوويه زي روسيا وحارب لحد اخر نفس. غير كده ان هو وافق على السلام علشان يعني يحفظ دم جنود الباقيين. فزيلينسكي هتكون مربوحه معاه هو كمان. كده فعلا كل الاطراف وين وين وين. بس لو جينا نبص للسيناريو ده هنلاقيه سيناريو متفائل شويه. طب لو جينا نبص على السيناريوهين التانيين، اللي هو سيناريو الحرب، تكمله الحرب، او يبقى الوضع كما هو عليه. مبدئيا كده السيناريو الثاني اللي هو بتاع استمرار الحرب، ده بيعرض ان اوكرانيا كلها بكييف العاصمه تقع كلها تحت الاحتلال الروسي، لان طبعا ترامب هيتضايق وهيبقى متعصب جدا، لانه كده زيلينسكي طير من ايده جائزه السلام، فبالتالي هيرفع ايده عن اوكرانيا، يعني مش هيقدم لها اي مساعدات او امدادات عسكريه او حتى ماديه. ده غير ان استمرار الحرب بالتالي هتوقف او هتبوظ صفقه المعادن اللي ترامب هيموت عليها، فترامب وش هيرفع ايده عن اوكرانيا كلها. طب في حاله السيناريو الثالث او سيناريو اللا حرب ولا سلم، ايه اللي هيحصل؟ ده يعتبر سيناريو مستنفذ شويه للجيش الاوكراني، لان هو يعني بوتين على الارض هو يقول لك انا مش هحتل حاجه تاني، بس كل الجنود اللي على الجبهه هيكونوا مستنفرين. كل دول هيبقوا مش واثقين في بوتين، ان هو ممكن اي لحظه يخش، وهو معاه القدره ان هو يخش، والجنود والاسلحه والعتاد ان هو يخش. فكل الجنود الاوكران هيبقوا مستنفرين، فده استنزاف للجيش الاوكراني. فحاله اللا حرب ولا سلم او يبقى الوضع كما هو عليه، هي حاله مربكه للجيش الاوكراني والاقتصاد الروسي، لان الاقتصاد الروسي لو استحمل 2 3 4 مع الوضع ده فهو مش هيقدر يستحمل تاني. غير كده برضو في طرف رابع خالص اللي هم الاوروبيين بسبب ان هو العقوبات المفروضه على روسيا، فبيروحوا يستوردوا الغاز بتاعهم من النرويج ومن دول تانية. فطبعا النرويج مستغله الموقف دوت، ان هم عارفين ان الاوروبيين مش هيقدروا يستوردوا غاز من روسيا، فمعلين عليهم السعر على الاخر. الاسعار وصلت لزياده اكتر من 20%، فده وضع الاوروبيين مش هيستحملوه. مش من مصلحتهم ان الحرب دي تفضل متوقفه على الحال ده. لو جينا برضه نبص للطرف الثاني اللي هو ترامب، هتلاقي ان ترامب داخل على انتخابات التجديد النصفي. انتخابات التجديد النصفي دي اللي بيكسبها بيقدر يترشح او بنسبه كبيره بيبقى ضامن الفوز في الولايه الثانيه ليه. طبعا ترامب عايز يترشح لولايه ثالثه لرئاسه الولايات المتحده، فموضوع ان هو يخش على انتخابات التجديد النصفي وفي ايده انتصار زي ان هو عمل سلام بين اوكرانيا وروسيا، دي حاجه ثمينه جدا بالنسبه لترامب، فلازم يحققها. فموضوع ان يبقى الوضع كما هو عليه فهو مش حلو بالنسبه لترامب برضه. فالسيناريوهين التانيين بتاع استمرار الوضع كما هو عليه او تكمله الحرب وان الجيشين يخشوا يدبوا في بعض، هما سيناريوهين مكلفين ومفيش حد هيبقى كسبان منهم. الحل الوحيد او السيناريو الوحيد اللي الكل هيبقى كسبان منه هو السيناريو الاولاني اللي هي عمليه السلام. في النهايه بقى انت تتوقع انهي سيناريو اللي هيحصل، انهي واحد من الثلاثه، السلام ولا الحرب ولا يبقى الوضع كما هو عليه؟ اكتب لنا رايك تحت في الكومنتات، ولو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناه، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.